تعالوا يا جماعه نعمل صينيه الكيكه دي ببيضايه واحده وكوبايه برتقال تحفه. ان شاء الله هتعجبكم. نخش نشوف مع بعض المقادير. بصوا انا عاملاها ايه وقطعت منها ودقت منها، تحفه وهشه وجميله. لسه مخرجاها من الفرن. تعالوا نشوف مع بعض المقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا احبابي، عاملين ايه؟ نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ما نبدأ عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل معاكم الكيكة ببيضاية واحدة، وهتبقى هشة وجميلة جدا جدا ومحدش يقلق منها. ان شاء الله هتطلع معاكم جميلة. نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعملها بكوبايتين دقيق، وحاطة نص كوباية دقيق احتياطي، يعني حسب ما هنحتاج. نص كوباية دقيق، دي كوباية سكر، ودي كوباية عصير برتقال، وده بشر برتقال هاخد نصه بالشكل ده، والبضاية اهي. وهنحط بقى ايه، هنعمل الطريقة مع بعض كده. نخلي نص كوباية الدقيق ايه لوحدها. فيديو سريع كده ان شاء الله، هيبقى سهل عليكم وخفيف وجميل. هنحط في الخلاط، كله في الخلاط يا جماعة، في الخلاط. كوباية البرتقال، بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط كوبايه السكر، اللي عايز يقلل سكر حسب راحتكم. احط البضايه كله على بعضه، سهله جدا جدا بالشكل ده. واحط شويه بشر برتقال كده، وهنحط فانيليا بردك عشان تديها بردك نكهه جميله زي باكو كده بالشكل الجميل ده. وهنحط ايه تاني معاها؟ هنحط نص ايه كوباية زيت، نص كوباية زيت يكون نضيف. يعني الامكانيات كلها موجودة في البيت اهي، ومش هنتكلف حاجة. نص كوباية زيت اهي بالشكل ده. انا كنت بفضيها من الازازة بالشكل ده. ونحط كمان معلقة خل حلوة كده، معلقة اكل تديها هشاشة بردك كده. ونضرب ده كله في الخلاط وارجع لكم. كده رجعنا لكم يا جماعه بعد ما ضربتها في الخلاط بالشكل ده. ودول كوبايتين دقيق من المج العادي ده بتاع الشاي بتاعنا ده. هحط المقدار، بسم الله الرحمن الرحيم. ما حطيتش البيكنج باودر، نحط البيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر على الدقيق كده، معلقه اكل. هحط ايه تاني معاها بردك هتساعد على الرفع؟ هحط سنه بيكربوناتو، سنه صغيره جدا على طرف المعلقه كده. كل دي عوامل رفع يا جماعه للكيكه بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه تحطي فواكه مجففه حطيها في المرحله دي على الدقيق، تتعوز دقيق. بالنسبه للسكر اللي انا حطيته وضربته في الخلاط، انا حاطاه بودر، ممكن تحطيه خشن عادي مش هيجرى حاجه، بس تزودي الضرب شويه عشان يدوب في الخليط نفسه. فانا ايه، هنحط بقى الخليط دوت، ولو احتاجنا نص كوبايه الدقيق هنحطها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحتاجها ان شاء الله كده. اضرب كده بالمضرب السلك الصغير ده، ان شاء الله هتطلع جميله. هنحط بقى نص كوبايه الدقيق، يبقى كده خدت كوبايتين ونص دقيق من المعيار بتاعنا بتاع كوبايه الشاي العاديه بالشكل ده. ريحتها جميله جدا، بشر البرتقال مخليها جميله، والفانيليا طبعا، والعصير البرتقال. اضرب شويه كده عشان التكتلات دي تروح. اضربها شويه كده يا جماعه. ضربتها كويس بالمضرب السلك العادي عفوا. وهنزل في صينيه زي كده
عايزاها طبعا زيت، حاطه فيها زيت او سمنه. انا بصوا دي صينيه سهله جدا، يعني مش مكلفه، ولا حطيت زبده ولا حطيت، وهتطلع ان شاء الله بامر الله جميله ان شاء الله. طبعا انا هدخلها على فرن. انا سايبه الفرن دلوقتي فرن كهرباء عادي، مشغلاه على 170، وهحطها على الشبكه. مولعه طبعا تحت، بس ما ينفعش نولع فوق الا لما تستوي خالص، واحط فيها خله كده واشوفها استوت. هولع عليها الشوايه شويه من فوق، اطفي تحت طبعا، وطبعا بيبان من الحروف دي انها احمرت كده، بتبقى استوت. وبنحط خله في النص، بنشوف او سكينه، سنه سكينه اللي ما عندوش خله، ونشوفها. اي صينيه يا جماعه، انا حابه ان انا اعملها في الصينيه المربعه دي، عشان كل مره بعملها في صينيه مدوره. نشيل الزيادات دي عشان ما تعملش، ما تتحرقش، وتبقى شكلها مش حلو خالص. ماشي، هدخلها الفرن بقى، انا مولعه تحت، هحطها على الشبكه، مش هحط صاج ولا حاجه. هولعها، هحط مولعه الفرن يسخن. هدخلها دلوقتي على الشبكه اللي هي في النص، مش هقرب الشبكه خالص من تحت عشان ما تتحرقش. هحطها في النص، في نص الفرن، ومجرد انها تستوي هشوفها بالخل، ونشوفها مع بعض، نرجع نشوفها مع بعض، وان شاء الله تطلع جميله باذن الله. نرجع لكم بعد ما تستوي. دخلتها الفرن يا جماعه. حبيت افهمكم حاجه، معلش مش افهمكم، اكيد انتوا عارفين كل حاجه، بس ما تفتحيش الفرن على الاخر وانتي بتشوفيها. حاولي تفتحي الفرن حبه صغيره كده، الباب يكون موارب صغير، عشان الهواء اللي بيدخل من بره للفرن بيهبط الكيكه. نشوفها بقى ان شاء الله بعد ما تطلع. وكده يا جماعه طلعنا الكيكه الجميله اللي ببيضايه واحده بيضه بس. بصوا قد ايه جميله. انا هوريكم قطعه كده، بصوا قد ايه، يعني انا ولعتها لغايه ما احمرت بس من الجناب كده من تحت، وبعد كده رحت شفتها طبعا. بصوا اهي السكينه، مطرح ما حطيت السكينه كده عشان طلعت لي فاضيه، فروحت مولعه لها بس طفيت تحت، ورحت مشغله الشوايه. بصوا جميله ازاي السكينه بتجري فيها. واو حبيبي اللي دايما يقول كلمه واو يعني هو جاي دلوقتي ياكل منها. بصوا قد ايه روعه روعه، والله العظيم جميله جدا. اهي اهي، بصوا بصوا قد ايه جميله، تحفه 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 تحفه. اهي، وريحه البرتقال جميله فيها. جميله جدا، وهشه هشه كانك بتاكلي قطن. جميله قوي، استوت على فكره مش نيه يعني. بصوا استوت ازاي، بس انا بحبها لما تبرد. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. متنسوناش بقى في لايك واشتراك في القناه عشان ينزل لكم كل جديد. اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في رعايه الله. لايك بقى يا جماعه، مع السلامه.